اتخذ مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة موقفا حاسما بخصوص عودته لتدريب المنتخب الجزائري. وقال عبد الحق بن شيخة أثناء نزوله ضيفا على قناة الهداف إن مسألة عودته لتدريب المنتخب الجزائري مستبعدة تماما. وأضاف: لن أعود إلى المنتخب الجزائري أبدا ولو أعطوني مال الدنيا، وهذا موقف نهائي ولا رجعة فيه. وأوضح عبد الحق بن شيخة صاحب الإنجاز القاري مع اتحاد العاصمة أن طريقة خروجه من المنتخب الجزائري بعد الهزيمة مع المنتخب المغربي ألمته كثيرا. وأفاد بأنه لغاية اليوم لم يعد مشاهدة المباراة التي انهزم فيها رفقة المنتخب الجزائري برباعية كاملة. وفي السياق ذاته كشف بن شيخة أنه تعرض تقريبا للطرد من المنتخب الجزائري، لكنه لم يفشل وواصل العمل خارج الجزائر ونجح مع فرق تونسية ومغربية. وقال مدرب اتحاد العاصمة: خرجت من الجزائر لمدة لا تقل عن 15 سنة، وعملت وتعلمت كثيرا. وبخصوص عودته إلى الجزائر لتدريب اتحاد العاصمة بعد غياب طويل عن أرض الوطن، أوضح الجنرال أن عودته كانت مقترنة بعرض من نادي مولودية الجزائر، ولكن تغيرت الأمور بعدها. وأشار إلى أن المدير العام لمجمع سوناتراك اتصل به من أجل تدريب مولودية الجزائر من قبل واتفق معه على كل التفاصيل، مضيفا: في المساء سمعت أنهم يتفاوضون مع مدرب صربي، فأرسلت لهم رسالة وطلبت منهم عدم الاتصال بي مجددا. وكشف بأن مسؤولي النادي كذبوا على مدير مجمع سوناتراك وقالوا له بأن بن شيخة اشترط راتبا كبيرا ورفض تدريب النادي.